ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وفي الحلقه بتاعتنا النهارده احنا هنتكلم عن فيلم من احدث انتاجات منصه نتفليكس، وهو فيلم سلامبرلاند. فيلم سلامبرلاند زيه زي اصدارات كتيره قوي عملنا لها ريفيوهات هنا في القناه، ونزل يوم الجمعه اللي فاتت برضه. تقريبا ريفيوهات الاسبوع ده كله برعايه يوم الجمعه اللي فاتت. والفيلم بتاعنا من بطوله جيسون موموا ومارلو باركلي. وعلى فكره الفيلم ده عائلي ومناسب تماما للمشاهده العائليه، فلو عايزين تتفرجوا عليه مع بعض طبعا بعد الريفيو، بعد ما تعرفوا الراي الكامل عن الفيلم، تقدروا تتفرجوا عليه مع بعض كأسرة كاملة. واعتقد مفيش كلام اكتر من كده يتقال عن الفيلم في المقدمة، فخلاص من غير رغي كتير خلونا نبتدي في الحلقة على طول. بس برضو كان معتاد، خلونا قبل ما نبتدي في الحلقة، لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تنزلوا تحت وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبعد اذن حضراتكم تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وفي شوية لينكات كده ملهاش لازمة في الديسكربشن، يبقى اعملوا لهم فولو علشان تتابعوا اي حاجة جديدة ممكن تنزل. ودلوقتي يلا بينا على الحلقة. Welcome to my world, kid. Name's Flip. This is the world of dreams, Slumberland. فيلم سلامبرلاند بيتكلم عن شخصية نيمو، ونيمو هي طفلة صغيرة عايشة مع باباها على جزيرة معزولة لوحدهم، وشغلهم الشاغل تقريبا أو شغل باباها واللي هو كمان معلمه لها هو شغل المنارة، لأن هو الراجل اللي بيهتم بالمنارة وبيبقى واقف فيها وبيتابع السفن والحاجات اللي زي دي. وفي مرة من المرات باباها بيطلع على الشغل ولكن للأسف ما بيرجعش، وبسبب موت باباها بتضطر إنها تنتقل علشان تعيش مع عمها في المدينة. ولكن كل الكلام ده مش مهم، لأن الأحداث المهمة هنا ما بتحصلش في العالم الحقيقي، لأن نيمو وهي نايمة بتحلم أحلام معينة بتدخلها لعالم غريب وخيالي، واللي فيه بتقابل شريك باباها اللي كان بيحكي لها عنه كل يوم تقريبا وهي داخلة تنام. وبعد ما بتقابل شريك باباها اللي كان معروف باسم فليب، بتعرف إن في حاجة موجودة في عالم الأحلام تقدر تخليها تشوف باباها من تاني، وده اللي بيخليها تنطلق في مغامرة خيالية جنونية في عالم الأحلام برفقة فليب طبعا. طيب انا كنت قلت في الحلقه اللي فاتت ان فيلم سبيريتد يعتبر بالنسبه لي مفاجاه انه اتعمل ونزل اصلا، ولكن المفاجاه اكتر من سبيريت هو الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، فيلم سلامبرلاند. انا الفيلم ده كنت عارف انه هيتعمل بس ما كنتش عارف هو هينزل امتى، لاني بصراحه ما كنتش مهتم. اعتقد ان انا شفت له لقطات صغيره كده في التريلر اللي بتنزله نتفليكس في اول السنه لاعلان عن الاعمال بتاعتها، وشفته لقيت فيه جيسون موموا، فقلت هيبقى في الغالب زي غالبيه اعمال جيسون موموا مع نتفليكس مؤخرا، زي فيلم سويت جيرل مثلا، واللي ليه مراجعه هنا على القناه برضو لو عايز تتفرج عليها موجوده فوق هنا، هسيبها لك في الاي اللي فوق او اللي بتطلع هنا، مش متاكد بالظبط. عموما غالبيه تجاربه بتكون زي فيلم سويت جيرل، مش تجارب مفضله قوي او حاجه كويسه او حاجه تحب ترجع تتفرج عليها من تاني. فشفته في الاعلان وقلت تمام فكك يعني مش مهم مش هتفرج عليه. ولكن الفيلم نزل وسمعت بعض الكلام الايجابي عن الفيلم، فقلت يلا ندخل نتفرج وانا ورايا ايه. وبصراحه يا جماعه انا اتفاجئت. فخلونا بقى ايه نبتدي كده نتكلم عن الفيلم واحده واحده عشان تعرفوا انا ليه الفيلم عجبني قوي. My dad and I lived in a lighthouse, but now he's gone. I want to show you something. اولا من ناحيه القصه وفكره ان انت تدخل عالم الاحلام وتكون قصه خياليه جنونيه تعتبر الى حد ما طفوليه شويه، الفكره كانت مش جديده قوي ولكن اتقدمت بطريقه حلوه جدا. ان كان شرح للعالم بطريقه مبسطه جدا والقوانين بطريقه سهله جدا، ان كان في الافكار البصريه اللي اتقدمت في الفيلم واللي اتقدمت بشكل رائع، ان كانت في التفاصيل اللي تخص كل شخصيه من الشخصيات الرئيسيه بتاعتنا، فكل ده كان متقدم في الفيلم بشكل اكتر من رائع. ومن ضمن اللي عجبني في القصه بتاعت الفيلم ان وانت بتتفرج ممكن نقول لغايه نص الفيلم مثلا هتحس ان في بعض التشابهات، مثلا تحسها كريفرنسز كده من شخصيه ابوها لشخصيه عمها، تحس ان فيهم حاجه متشابهه برغم ان ده واحد كان عايش معزول على جزيره والتاني عايش وسط الناس عادي. والريفرنس ده عجبني جدا، خصوصا ان هو بقى منطقي اكتر شويه لما تتابع الاحداث بتاعت الفيلم وتكتشف تويست صغير بس لذيذ جدا اتعمل في الفيلم تقريبا بعد نص الفيلم بشويه. خلوني برضو اديكم حاجه كده معينه عن الفيلم علشان ما تفتكروش ان الفيلم حاجه غير اللي هو عليها، لان صوره الفيلم بتبيعه على انه فيلم كوميدي خفيف ظريف، فيلم مغامره من الحاجات اللي تحب تتفرج عليها مع العيله. وده حقيقي الفيلم عائلي وتحب تتفرج عليه مع العيله فعلا، ولكن الفيلم مش خفيف طول الوقت. الفيلم فيه جزء وقدر كبير جدا من الدراما اللي متقدم بشكل كويس جدا بدون ما يفصل اي حد عن الاجواء بتاعه الفيلم. والقدر اللي في الفيلم من الدراما يحترم بجد، لان هو ما كانش اوفر زياده عن اللزوم لدرجه انه غطى على الاجواء الخفيفه الممتعه، ولكنه كان شيء مهم جدا اصلا لان هو
هو المحرك الرئيسي للرحله بتاعه البطله بتاعتنا. بس غير فكره ان الجانب الدرامي دون مهم عشان هو المحرك الرئيسي اصلا للقصه، فهو اصلا كده كده بيساعدك على انك تبني تعاطف مع الشخصيات بتاعتنا. وبرده من الحاجات اللي عجبتني هنا في الفيلم الاداءات. ويا جماعه على فكره الفيلم هنا فيه اداءات تقيله قوي، ما انا بقول لكم ده مش مجرد فيلم للاطفال وبس، ده فيلم الاطفال هيستمتعوا بيه زي الكبار بالظبط، برغم انه في اوقات كتير ممكن يبان فيلم طفولي، ولكنه فيلم هتعرف تستمتع بيه ايا كان اعتقد السن اللي انت هتكون فيه. بس من غير ما نقعد ننجرف للموضوع شويه، خلونا نركز على الاداءات. You don't die. But you probably will. What are we waiting for? That's the spirit. مارلو باركلي او الممثله اللي قايمه بشخصيه نيمو، فهي بصراحه مقدمه اداء رائع. انا ما اعرفش ان كانت دي اول تجربه تمثيليه ليها ولا لا، ولكن دي اول مره انا اشوفها وانا بصراحه منبهر بادائها. لان في اللحظات اللي الفيلم بتاعنا كان فيه لحظات حزينه او حالات الشخصيه بتكون حالات صعبه ولازم هي تعكسها بشكل كويس، كانت بتعكسها بشكل اكتر من رائع. ده غير ان الكيمياء بتاعتها مع جيسون موموا كانت حلوه جدا وكان دمها خفيف جدا طول الفيلم. وصدقوني انتم مش هتتوقعوا ان فيلم زي ده يهتم ان هو يقدم اداء كويس وقصه كويسه ودراما كويسه، ولكن الفيلم اهتم بكل ده. رجوعا للاداءات بتاعتنا، عندنا طبعا جيسون موموا ما اقدرش اقول انه من السلبيات، ولكن انا ما شفتش منه حاجه جديده. تقريبا نفس الشخصيه اللي بيعملها او نفس الكام شخصيه اللي بيعملهم في كل افلامه وكل مسلسلاته. هو يا اما الشخص الفاني بزياده عن اللزوم اللي بيطلع كوميديا من حاجات سخيفه وتافهه وحاجات زي دي، او الشخص الجامد المخلص اللي البنيه بتاعته وشكله بيخليه مخيف الى حد ما. وده ما اتغيرش هنا في الفيلم، وما كانش وحش ما تفهمونيش غلط، ولكن حسيت ان شفته كتير قوي لدرجه انه بدا يمسخ شويه، ولكن كان مازال مقبول جدا هنا في الفيلم وظريف، والكيمياء بتاعته مع البنت كانت عامله جو لذيذ جدا طول الفيلم. والاداءات الكويسه ما انتهتش على هنا في الفيلم، لان شخصيه العم هنا في الفيلم كان عليها قدر كبير جدا من التركيز برضه، يعني مش كبير جدا ولا حاجه ولكن قدر مش قليل. والراجل عكس كل الحاجات اللي كان بيحاول يقدمها فعلا بشكل كويس. حيرته في ان هو مش عارف يتعامل مع طفله لانه عايش وحيد وما عندوش اطفال، لحظات معينه تتطلب منه الحزن، حاجات كتيره جدا لما تيجي تتفرج عليها هتلاقي الراجل ده مقدم فيها اداء رائع. فخلونا كده نركن خانه الاداءات على جنب ونعلم عليها صح، لان تقريبا ما فيهاش حاجه غلط قوي يعني. ولكن برضو اللي كان مفاجئ في فيلم زي ده من نتفليكس، ما اعتقدش انه عليه امال كبيره ولا مصروف عليه كتير، وبصراحه انا ما دورتش في النقطه دي، ده مجرد تخمين، ولكن الفيلم فيه تجربه بصريه ممتعه بطريقه مش متوقعه. الفيلم فيه كم كادرات وصور والوان وحاجات باين جدا انها معموله بالسي جي اي، ولكن لانها بس يعني تنافي المنطق انها تكون موجوده بالمنظر ده، ولكن مش باين انها سي جي اي لانه سي جي اي سيء. بالعكس السي جي اي هنا في الفيلم او الجرافيكس او ايا كانت الطريقه اللي عملوا بيها الحاجات دي، ففعلا الفيلم كان بصريا ممتع ومتروس كادرات والوان وحاجات من اللي قلبك يحبها. وعايز اقول لك ان كثره الالوان في الفيلم ممكن تكون بتناشد فكره ان الفيلم ممكن يبان انه طفولي اكتر، ولكن صدقوني الفيلم ينفع للكبار والصغيرين، لانه اهتم بالدراما واهتم بتفاصيل كتير ما كانش مضطر انه يهتم بيها اصلا. يمكن في تفصيله او اتنين وقعت من الفيلم ضايقتني بشكل بسيط، لان انا برضو ما حاولتش اخد الفيلم بشكل جاد زياده عن اللزوم، وهي عباره عن شويه تفاصيل صغيره جدا عن عالم الاحلام. يعني كم تفصيله كده حسيت ان هم وقعوا منهم، كانوا ممكن يتظبطوا شويه او ممكن يكونوا ما شرحوش اساسا، ولكن مش مضايقني قوي بصراحه. نرجع بقى لنقطه الاهتمام بالتفاصيل. انا عجبني جدا ان الفيلم اهتم بان هو يديلك تفاصيل ويبني لك افكار معينه عن العالم بتاع الاحلام ويقول لك الدنيا فيه بتمشي ازاي، برغم انه لو كان فيلم طفولي او كان عامله للاطفال وبس محدش كان هيركز قوي، خصوصا ان الرحله نفسها ممتعه ومتنفذه بشكل كويس جدا، والتنقلات في الرحله مضحكه بطريقه مش طبيعيه ومعموله بافكار انا ما اعرفش هم كانوا بيفكروا في ايه هم بيعملوه. يعني انا عايز اقول لك تخيل كده ان انت مثلا تنط من باب عربيه تطلع في حمام مثلا، يعني انا مش عارف الدماغ دي جابت الافكار دي ازاي، ولكن بصراحه عجبتني جدا، وفي منها اللي ضحكني بطريقه مش طبيعيه. وفكره ان انت اصلا بتتنقل في الاحلام دي طلعوا منها كوميديا مش طبيعيه برضه. Your dad and I were partners a long time ago. Your Flip? He told stories about you every night. We're going on a little treasure hunt. بصراحة الفيلم ده تجربة ممتعة بطريقة أنا متوقعتهاش، ولو حاسين إن الكلام ده متكرر عشان قلته في الحلقة بتاعت امبارح برضو، فصدقوني أنا فعلا استمتعت بالفيلم ده جدا، ويمكن أكون استمتعت بيه أكتر شوية من الفيلم بتاع امبارح. فيلم سبيريتد كان حلو وكل حاجة بس سلامبرلاند أنا استمتعت بيه بشكل أكبر من كده بكتير. الرحلة كانت أمتع، الشخصيات كانت كويسة، القصة والتفاصيل والأداءات كانت رائعة، التجربة البصرية كانت مذهلة برغم إن التجربة البصرية برضو في سبيريتد كانت رائعة، ولكن أنا حبيت التجربة
التجربه البصريه بتاعه فيلم سلامبرلاند اكتر شويه. حبيت الكادرات والتصوير والاخراج وكل حاجه حصلت في الفيلم حبيتها بشكل كبير جدا. الفيلم اهتم بالدراما واهتم بالكوميديا واهتم بان هو يبني لك تعاطف مع الشخصيات، وعمل كل اللي هو محتاج انه يعمله، برغم انه ما كانش محتاج يعمله بشكل كبير، ولكن عمله وطلع فيلم انا حبيته بشكل كبير جدا. ونجح الفيلم في ان هو يخلينا نتعاطف مع الشخصيات، ومش عايز اقول لكم يعني ان تقريبا كنت على وشك ان اعيط في اخر الفيلم. ففعلا الفيلم كان رائع، وانصحكم جدا ان انتوا تتفرجوا عليه. وطبعا علشان الكلام ده كله والحاجات اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش والكلام اللي عمالين نقوله طول الريفيو دون، فالتقييم النهائي للفيلم بتاعنا هو 8 من 10. وبقولها تاني بعد ما قلتها في اول الفيلم يصلح تماما للمشاهده العائليه، ما فيهوش اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تقلقكم، برغم انه من انتاج نتفليكس. فجمعوا الاسره كده واقعدوا انبسطوا واتفرجوا طبق فشار وتمزج. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا عن فيلم سلامبرلاند. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، وطبعا كالمعتاد مستني رايكم تحت هنا في الفيلم وفي الريفيو. وطبعا لو الحلقه بتاعتنا عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتنزل تفعل زرار الجرس عشان تجيلك كل النوتيفيكيشنز، عشان تبقى متابع معانا الفيديوهات اللي بننزلها بشكل متواصل. وفي شويه لينكات كده في الديسكربشن، يعني مش هتعبك كتير قوي لو عديت عليهم وعملت فولو لللينكات اللي فيه. مش حاجات كتير يعني، فيسبوك وتويتر واحتمال تيك توك، يعني حاجات بسيطه كده. وبس كده، كالمعتاد كان معاكم مارو ريفيوز، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.